السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. ومعاكم أحمد عبد الغني، وجاي ميعادنا في رسالة جديدة من رسائل. رسالة النهاردة: أنت مش محتاج خالص إنك أنت تبرر أفعالك، ولا محتاج خالص إنك أنت تثبت للناس إنك أنت كويس، ولا محتاج خالص إنك أنت تهتم وتشغل بالك باللي حواليك. أنت محتاج بس إنك أنت ما تفقدش الثقة في نفسك. محتاج إنك أنت ترضي ضميرك قدام ربنا. محتاج انك انت تتقي ربنا سبحانه وتعالى، وانك انت تبقى راضي من جواك على اللي انت بتعمله قدام ربنا سبحانه وتعالى. وانسى بعد كده اي شيء. انسى الناس شايفاك ازاي، انسى الانتقادات، انسى اي حاجة ممكن تشغلك عن طريقك وعن حلمك وعن اهدافك. لان لما بتشغل بالك بالكلام ده بيأثر على حياتك، بيأثر على صحتك، بيأثر على الحاجات الحلوة اللي بتعملها، بيأثر على نجاحك في طريقك اللي انت ماشي فيه. فاوعى تشغل بالك بكل شيء، انت بس اتقي ربنا سبحانه وتعالى، راعي ربنا سبحانه وتعالى، وسيب كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. وركز في حلمك وفي نجاحك وفي اهدافك وفي شغلك، علشان نجاحك هيسعدك، علشان خاطر الخير اللي هتعمله بعد من انشغالك لكلام الغير، وانك انت تركز في اللي انت بتعمله هيسعدك. وهتلاقي سعادة كبيرة جدا لما تلاقي نفسك راضي ضميرك قدام الله سبحانه وتعالى. فاوعى تشغل بالك، وخلي عندك ثقة في الله وثقة في نفسك. و يعني مش عارف اقولها ايه، بس دايما البني ادم اللي بيحاول ان هو يبرر، البني ادم اللي بيشغل باله بالغير، دايما بيخسر كتير قوي. واول حاجة بيخسرها، بيخسر نفسه، وبيخسر نجاحاته، وبيخسر اهدافه. فبتشغلش بالك، وخلي عندك ثقة في الله ثم ثقة في نفسك، واتقي ربنا وسيبها على الله. وركز في حياتك، وركز في نجاحك، وركز في الخير اللي مستنيك. اشوفكم على خير في رسالة جديدة من رسائل احمد غني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.